بحكم ان انا واحد كان عندي امتحانات الاسبوع اللي فات وطول عمري عندي امتحانات، والمكان اللي انا بدرس فيه الكليه بتاعتي بعيد، المعهد اللي انا بدرس فيه بعيد، فانا ما عنديش عربيه ولا موتوسيكل. الحقيقه كان عندي موتوسيكل بس دلوقتي مش عندي، يعني مش موضوعنا. فانا بركب مواصلات كتير 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 كتير، كل انواع المواصلات اللي ركبتها. الفيديو ده هيكون خلاصه تجربتي، الزبده بتاعت الحوار ده كله، عشان تعرف تتعامل، تعرف تعيش. دي سلسله فيديوهات ما اعرفش اسميها ايه الحقيقه، بس هي هتبقى عن المواصلات. بصور انا واقف كنوع من انواع التغيير، يعني حسيت فعلا بالتغيير. ما رجعش خالص خالص ان انت تعمل كده. لو ناوي تستقل مواصله يعني اركب رجلك احسن لك من كل اللي انت هتدخل فيه ده. الموضوع اصلا عليه خناقه من قبل ما يحصل اي حاجه. انت متخيل ان انت هتدخل في دوامه من قبل اي حاجه، من قبل ما تركب، من قبل ما تفكر هتركب، انت دخلت خناقه. تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله. بتوع القاهره بيقولوا عليه ميكروباص، وبتوع اسكندريه بيقولوا عليه مشروع. الكلام منتهي، ما تروحش اسكندريه تقول ميكروباص، وما تروحش القاهره تقول مشروع. انت متخيل ان الخناقه بدات اصلا عشان فكرت بس ان انت هتركب ميكروباص ولا مشروع؟ تخيل بقى ان انت خلاص رايح تركب. لو هتركب ميكروباص او مشروع فانت عندك خيار ان انت تركب، يا هتروح تركب من موقف يا هتركب من الطريق. لو هتركب من الطريق يعني انت واقف في الشارع وهتركب، الموضوع بيقلب بهبل. تخيل ان انت واقف في الشارع شغال الميكروباصات اللي معديه عمال، الناس هتشوفك في الشارع، ايه اللعبه ده بيعمل ايه؟ انت عبيط يا ابني، بتعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط. يعني الواحد بيحس ان هو بجد يا جدعان انا مش مجنون والله، انا نفسي اركب بس ميكروباص. فيكتوريا يا اسطى، فحاجه في قمه الهبل، وتحس ان انت اعمل ايه يا رب، يا رب مفيش اي فكره تانية اركبها غير المشروع ده يا رب او الميكروباص. عندك الخيار التاني ان انت تركب من موقف. دخلت انت بقى وسط محمد الاحمر والسيد زيكا، دخلت انت في دوامه. يا سلام بقى لو زيكا مش طايق محمد، يا لهوي بقى لو زيكا رايح يحضن قبل محمد ودور محمد، انت حصلت عليك خناقه. المهم انت خلصت خناقتك يا باشا، وعايز تركب بقى. فاكر الموضوع خلص؟ هلو الموضوع ده لسه بيعتبر بيبدأ. انت فاكر انت كده خلصت؟ ما خلصتش. انت لازم قبل ما تركب تنقي المكان الاستراتيجي اللي انت هتقعد فيه. مبدئيا ما تفكرش تركب قدام، الكراسي اللي قدام دي محجوزه للليديز محترمات يركبوا قدام. يا اما يعني انت غني وراجل مرتاح ماديا ومعاك عربيه اصلا وهي عطلانه، وانت رايح تركب المشروع او الميكروباص غصب عنك. عندك حل تاني، هتركب وتاخد الكرسيين اللي قدام. قمه الثراء مان، عشان حته تقيله في انت كده اغنى واحد في الميكروباص، انت كده اغنى واحد في اللي قاعدين كلهم. خد بقى المزايا، خد المزايا بتاعت ان انت تركب قدام. مبدئيا الكاسيت معاك حلو، الكاسيت انت تشغل عليه اللي انت عايزه، مش مهم اللي ورا، مش مهمين. انت راجل واخد كرسيين، كاسيت معاك. السواق خلاص بقيت انت وهو زمايل في نفس الدايره. فلوس بنزين هياخد منك، فلوس كارت هياخد منك، فلوس سجاير هياخد منك من الاجره بتاعتك. تحس ان الاجره بتاعتك 20,000 بس. لو حسبناها نلاقي الكرسيين اللي قدام لطاف. نخش بقى المكان اللي تقريبا ما فيهوش اي مزايا، ما اعتقدش ان انا شفت فيه مزايا. يعني الكنبه اللي ورا السواق كلها اول لما قلت لك كده طبعا انت جيب بالك ايه؟ لم الاجره. اما بتقعد قدام في الكنبه اللي ورا السواق على طول، نسبه لمك للاجره بتزيد بنسبه 90%، بالذات لو انت شاب. يعني لو انت شاب صغير كده شبهي، نسبه لمك للاجره بتزيد 90%. يعني تخيل ان انت اصلا نسبتك ان انت تلم الاجره وانت قاعد ورا عشان شاب 50، فزادت 90 بقيت 140% ان انت تلم الاجره. خلاص الاجره بتاعتك. انت كده بقى معلم تحط ايدك على دماغك وتنزل تعقب. خلاص يا باشا الاجره بتاعتك انت خلاص. وبعدين في حكم ان انت في ادبي زيي، وان انت ما بتعرفش تحسب خالص، انت هتدفع من جيبك كتير قوي. فالفلوس اللي انت هتدفعها من جيبك دي وفرها واقعد في الكرسي اللي قدام جنب السواق. اي نعم هتدفع سجاير وهتدفع بنزين، بس مش هتلم اجره مان، انت بتدفع لوحدك. فوفر انت كده فاهم؟
هنتكلم عن 3 مكان في الميكروباص. المكان ده بيوجعني من جوايا المكان ده. كرسي القلاب. كرسي القلاب. كرسي القلاب. كرسي القلاب. نظرا لان انا مزنوق زنقه الكلاب في الامتحانات، فما عنديش وقت ان انا منتج خالص. هنزل لكم الفيديو النص التاني من غير مونتاج، عشان انا بقالي شهرين بس ما نزلتش، وانا عايز انزل اي حاجه اي حاجه اي حاجه. بس اشوفكم كمان شهرين تاني، وبس عليكم. لما بتيجي تقعد على الكرسي القلاب انت ما بتقعدش على الكرسي، انت قاعد وظهرك في حجر اللي وراك، واللي وراك قاعد في حجر اللي وراه لغايه اما توصل لاخر كنبه. تلاقي قاعد وراك عمال حول الله يا رب يا نجم يا كابتن انت قاعد على رجلي، وهو قاعد اصلا على رجلي اللي وراي. فيا عم غور، اقعد انت اظبط نفسك عن اللي وراك، وانا هقعد اظبط نفسي عن اللي ورايا. انا باخد حق اللي ورا يا عم، انا باخد حقه. انت عايز ايه؟ عايز انت بس عرفني. فمبدئيا انت هتيجي ما تفكرش تقعد قدام، ولو ما فيش مكان غير قدام طلع هاند فري، ما تسمعش حاجه، طلع الهاند فري، طلع الاجره من جيبك تكون فكه، طلع الاجره من جيبك اديها للي جنبك، وحط الهاند فري واقعد. يلا حبيبك قاسي وسابك ويا عذابك. هيقولوا عليك مجنون، بس هتفلت من لم الاجره، لان انت لم الاجره ده بالنسبه لك خلي بالك هيبقى كابوس لو انت من الناس اللي بتركب ميكروباصات، فاهم؟ رابع حاجه الكنبه اللي في النص. وانا حقيقي انا مش لاقي عيوب للكنبه اللي في النص، لان هي متوسطه في كل حاجه، فاهم؟ يعني نسبه لمك للاجره بتقل لما تقعد في الكنبه اللي ورا، وبعيد عن اللي قدام، وبعيد عن السواق، فنسبه كل حاجه بتبقى متوسطه. لو انت راجل بتحب الوسطنه في كل حاجه، فالكنبه اللي في النص اجمل مكان ليك. هنيجي بقى المكان الاقرب الى قلبي، مكان برو سلم عليا. المكان الاقرب الى قلبي الكنبه اللي ورا. اشرب ميه بس عشان الكنبه اللي ورا دي ما ينفعش نتكلم فيها كده. الكنبه اللي ورا دي انا بتهيالي ما لقيتش فيها عيوب، كلها ما شاء الله مميزات، حاجه ما فيهاش عيوب كده. خد اول حاجه بعيد عن الدوشه وبعيد عن لم الاجره تماما. يعني لو واحد فكر يديك من اللي قدام يقول لك يديك الاجره بتاعته من قدام يقول لك تلمها، قول له طاهر القلب. تعبيط يا ابني. انا قاعد ورا تقول لي لم حاجه في قمه الضحك. يعني بعيد عن الدوشه وبعيد عن لم الاجره، بعيد عن كل حاجه، بس فيها عيب واحد، العيب ده قاتل، يعني ممكن يكرهك في القعده ورا. I'm sorry man، مفيش حاجه بلا عيوب، لازم تتغاضى عن العيب عشان ترتاح. عيبها القاتل لو انت نازل بدري مان، تفضل انت قاعد ورا تبص في المرايه للسواق وهو يبص لك، يقول لك لو راجل قولها، لو دكر قول عايز انزل، لو دكر. فانت تفضل قاعد اقول له طب انط من الشباك ولا اعمل ايه؟ انا وضعي ايه دلوقتي؟ انا مين؟ انا ايه اللي جابني الحياه دي؟ انا ايه اللي دخلني في كل ده مان؟ انزل قدام بقى وامري لله. يا اما تتجرأ وتقول له على جنب بسطه، حاضر اخويا، يقف بقى هو يسيبك مع الزباين مع نفسك، نزلهم بقى كلهم وتفضل انزل. هتلاقي اللي باصص ينعل، وهتلاقي واحد بيوسع لك الكرسي، يعني هو قاعد على الكرسي مش عارف بيعمل لك حركه غريبه، تلاقيه يعمل لك كده ويقول لك هتعرف تعدي يا ابني؟ يا عم ما تنزل يا عم. طاهر القلب. ده انتوا حاجه تغزي، ما توسع لي انزل يا عم. انا لسه ما خلصتش كلام عن الميكروباص او المشروع، بس الفيديو خلص. اتمنى تكون السلسله دي عجبتكم. انا بعمل سلسله وانا واقف على رجليا عشان اكل العيش مر، ماشي؟ انا ما خدتش مليم احمر من يوتيوب، فاهم معايا بعد اذنك؟ كلام خلص. وفيديو الميكروباصات والمشاريع ما خلصش، لسه في جزء تاني منه، ولسه في بقى التكاتك لسه في قصه حزينه. بس حط لايك مان عشان نكمل في السلسله دي. لو لقيت 10 لايكات هكمل في السلسله دي. 10 لايكات انا ممكن احطهم لنفسي واكمل السلسله دي. بس السلام عليكم. عليكم السلام يا جميل. اؤمر ما تؤمرش، خلاص باي.